عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الصح. ممكن نسألك سؤال؟ اتفضلي. ايه احساس الغربة بالنسبة لك؟ والله هي الغربة خدت بالك، الغربة كربة. الناس اللي بيقولوا عليها الغربة كربة، الغربة دي يعني تبقى الواحد مثلا يروح ماشي عشان يشتغل ويجيب مصاريف ويجيب فلوس في البيت، ممكن تبقى نعمة ممكن تبقى نقمة. بحس ان هي تيجي خدت بالك ممكن عياله تصيح في الشوارع من كتر الفلوس اللي بيجيبها. جاب فلوس والشيخ بيسخف الفلوس بيخلي العيال تنحرف ومش عايش معاهم، وممكن ربنا يكرمه لو خدهم معاهم في الغربه يبقوا كويسين ويبقوا تمام 100%. هي بترجع اساسا للناس ايه ولها ضريبه، الغربه لها ضريبه. فعلا الغربه لها ضريبه، يا ضريبه فساد العيال يا ضريبه مرض. فعلا. وربنا يعني الناس بتقول لك بتجيب فلوس وما تجيبش فلوس وتعمل وتسوي، انما فلوس ايه وبتاع؟ فين الفلوس؟ الفلوس ما بتعملش حاجه. اما انا اكون عندي مال كنوز الدنيا وعيله بايظه بعمل ايه؟ فعلا ملهاش لازمه. انما لما يكون ربنا ساترها معانا وماشيين بما يرضي الله وان احنا كويسين، هيبقى ربنا اكرم من عند ربنا. طيب ممكن نقول لك حاجة عن الغربة وتقول لنا رأيك؟ قصيدة شعر. ماشي. موافق؟ موافق. هنشرح كل اللي انت قلته دلوقتي بقصيدة شعر. تمام؟ مساء مختوم بكوم أوراق بتسرق عمر وتهاجر، وحضن الأم اللي بتودع ضناها وقت ما يسافر، وطفل وحيد في ليل العيد بيستنى رجوع الأب، وسجدة زوجة وقت صلاة بصوت مكسور تقول له يا رب ما تحرمناش من وجوده، وأب بيبكي ويودع ضناه في مطار كمشهوده، يقول امتى تعود يا ابني ومين للقبر هيجيبني ويسند أمه بعد ما اموت. حاجات في الغربة بتأثر حياة أشخاص بتصرخ بس من غير صوت. بتحسد مين يا عم انت؟ بتحسد فيا على الغربة؟ ما تيجي تجرب اللي أنا فيه، ما تيجي تجرب اللي أنا فيه. تعيش في الغربة كالميت يدوق تعذيبه في التربة، وتسرق عمر لسه شباب، وتتعب قد ما بتتعب ولا تلاقي دواك يشفيك ولا تلاقي أيادي بتسندك على الباب. أنا بدفع في عمري قساط تمن العيشة لولادي، أنا ململم في شنطي عياط من العيلة وأصحابي، وذل وجري لإقامة ونظرة بتوصفك لاجئ، وحكم النفس وإهانة، وبعد ده كله تتفاجئ عيون الناس بتقتل فيك. ده جاي من الغربة متحين، ومين شايف العذاب في عينيك؟ شايف اللي جاب فلوس دي، ومين يعوضك في سنين سرقها العمر من عمرك؟ أنا بالله مانيش مرتاح، دي لهفة أمي في مكالمة بتخلق فيا ألف جراح. بموت في الغربة 100 مرة وأموت وأرجع لأوطاني، يا رب بس لو تأذن أشوف أولادي من تاني. مانيش زعلان على الغربة وسكنتي اللي سرقاني. إيه رأيك؟ لا الله يفتح عليك كده حاجات يعني بصراحه ده الواقع. يعني قدرت أوصف اللي أنت قلته؟ ده الواقع اللي انت قلتيه، ده كله الواقع. يعني الواحد بيبقى رايح يتغرب عشان خاطر يرجع لعياله يبسطهم، وبيجي بيلاقي الموقف مش شارع على الفايدة، شارع بفايدة من غير فايدة. اضطر ان هو تمام. خدت بالك؟ لا عيال واحد يمين وواحد شمال، جاب فلوس، عمل ايه بالفلوس؟ عمل ايه بالفلوس؟ الفلوس بتروح، الفلوس بتروح وتيجي، بس العمر ما بيروحش، العمر اللي بيروح ما بيرجعش. ده اساسا خدت بالك يعني دي الغربه كلها. فعلا والله صدقت. انا سعيده جدا ان انا صورت مع حضرتك وانت فعلا قلت الواقع، واتمنى نكون قدرنا نوصف الكلام اللي انت بتقوله بالشعر. شكرا لحضرتك.